يا أهلا، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 7 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك، وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. – 2015. تليفوني بيرن، صديق ليا بيكلمني، صوته متحمس كأنه بيزفلي خبر سعيد. يا عم، ألبوم حماقي الجديد نزل. ساعتها كنت بمر بلحظة مش سهلة في حياتي، حادثة عاطفية نتج عنها معركة صامتة وعنيفة بين عقلي وقلبي. فتحت اليوتيوب، دورت على الألبوم، وكعدت من وانا طفل صغير ببدأ في أي ألبوم أدور على الأغاني الدراما الأول واسمعها. وقعت عيني على أغنية اسمها كان وكان، شغلتها وكأن كلام الأغنية جاي متفصل بالملي، زي تيشيرت مظبوطة على مقاس حكايتي، لايقة على لون الزعل في عيني، وجاي على ذوق وجعي وقتها. كلامها بيحكي حكايتي من غير ما اتكلم، بس في جملة وقفتني، جملة قالت كل اللي جوايا في لحظة واحدة: ده مفيش حدودة حب تعيش، بطلها طلع جبان. جملة عبقرية علقت في عقلي لفترة، كأني حد فجر الحقيقة في وشي، حقيقة الناس اللي في وقت من حياتنا حطيناهم في دور البطولة طلعوا مش قده. ومن يومها فضلت ترن في دماغي، مش بس كأغنية لكن كسؤال إنساني مهم: ماذا لو طلع بطل حدوتة الجبان؟ والجبان في الحدوتة هنا مش المقصود بيه الشخص الخواف اللي طلع يجري، لكن اللي خذلك في حبك ليه جبان، اللي كان أناني في حبه معاك جبان، اللي وعدك وخلع جبان، اللي كذب عليك أو خدعك في مشاعره جبان، اللي خانك طبعا جبان، اللي سابك ومشي عشان مش قد علاقته بيك جبان، 60 جبان. ومفيش أصعب من إنك تبص لحد كان في نظرك بطل وتلاقيه أول واحد يهرب أول ما حياتك تغيم شوية أو شمسها تبدأ تغيب. ساعتها بس بتفهم إن البطولة مش بالنية ولا بالوعود، البطولة أفعال، والحب فعل شجاع. يعني إيه بطل يختار يهرب بدل ما يواجه؟ كتير شغل بالي ودورت على مفهوم الجبن ومين هو الجبان. قريته في كتابه علم الأخلاق إلى نيكوماخوس. ما اعتبرش الشجاعة غياب للخوف، بالعكس شافها فضيلة وسط ما بين التهور والجبن. الجبن في نظره مش مجرد خوف، هو انسحاب، نقص في الإرادة، نقص في المواجهة، نقص في حضور الشخص اللي انت قررت تكتبه بطل في حكايتك واختفى وقت الجد.
الحب نفسه نوع من أنواع البطولة. طب لو اللي معاك مش قدها، تفتكر لسه ينفع تكمل الحدوتة معاه؟ الجبن في الحب ممكن يكسر أكتر من الخيانة، بنحس إن كل حاجة ماتت لما الطرف التاني يختار يهرب من غير وداع يليق بينا على الأقل. في ناس بيتهيألهم إنهم ما بيأذوش حد، بس ساعات السكوت في حد ذاته أذى ووجع، والوقوف على حياد في خيانة كبيرة لمشاعرنا. شفت جملة من فترة بتقول: لا تعاشر الحيادي، سيغزلك يوما ما لأنه أجبن من أن يتخذ موقفا. وفكرت، هو فعلا اللي بيهرب من المواجهة، من القرار أو حتى من المسؤولية، وبيكون هو أول حد يسيب إيدك وقت الشدة. تحبك فعلا؟ الحب ما يستحملش ناس كده. الحب محتاج شجاعة. عشان كده أنا دايما برفع شعار في حياتي اسمه الحب للشجعان، مش لبطل حدوتك الجبان. واحنا ليه بنراهن على الناس؟ ليه بنتخيل انهم هيكونوا دايما في ظهرنا؟ وازاي في لحظة ممكن انسان حبيته يخلي عينيك من نفسك في الارض، وانت بتحاسبها تقف قدامها زي عيل صغير عامل عمل؟ مش شرط اللي حبيته يطلع شخص سيء في روايتك، ممكن يكون بس بطل مش قد القصة. ويمكن مشكلته ما كانتش الجبن، المشكلة الحقيقية إننا إحنا اللي اخترناه بطل، إحنا اللي رسمنا له الدور، صدقنا فيه بطولة ما كانتش حقيقية. وده يا صديقي مدخل لحكاية تانية خالص، حكاية وهم البطولة. ليه بنرسم أدوار البطولة لناس مش بالضرورة يكونوا في حياتهم أبطال؟ كل واحد فينا عنده حد شاف فيه البطل وافتكر إنه هيفضل كده لحد آخر المشهد، لكن في لحظة الحقيقة البطل ده اختفى. أو زي ما قال حماقي في نفس الأغنية: نهاية غريبة وما تنفعش حتى في فيلم. ساعتها بس بنكتشف إن مش كل اللي بنديهم أدوار البطولة كانوا يستحقوها. ساعات يا صديقي بنثق في ناس مش عشان يستحقوا الثقة، بس عشان احنا محتاجين نحس إن في حد في ظهرنا على الدنيا ومعانا في وش الأيام. ولكن فرق كبير بين اللي فعلا أهل للثقة واللي احنا بنغصب نفسنا نصدق فيهم. أو زي ما قال نجيب محفوظ: أسوأ ما يحدث أن تفقد الإيمان بالبشر. وأنا كتير كنت بتخيل إن الحياة ليها سيناريو واضح، لو حصل كذا يبقى البطل اللي حبيته أكيد هيعمل كذا. بس دي كذبة احنا صدقناها. الحياة مش كده، الحياة مش فيلم ولا رواية، واحنا مش شخصيات مكتوبة بإيدين كتاب محترفين. عمرك سألت نفسك يوم هل فعلا احنا محتاجين بطل في حياتنا؟ أو بمعنى تاني، هل احنا بنحب ندي للناس أدوار البطولة عشان احنا اللي محتاجين نحس بالأمان؟ محتاجين نصدق إن في حد هينقذنا، أو حتى يحبنا بالطريقة اللي مش عارفين نحب بيها نفسنا. الشخص اللي حبيته كنت حاطط عليه كل أمالك وأحلامك، كنت فاكر إن هو البطل اللي هيغير حياتك.
لكنه في لحظة احتياج غاب أو انسحب، وحسيت في اللحظة دي إنك خسرت بطل قصتك. عارف يا صديقي إيه الفرق بين أبطال الروايات والأبطال في الحقيقة؟ في الرواية الكاتب بيبني البطل على مزاجه، بيكتب له لحظة شجاعة محسوبة بيقرر فيها يواجه وينقذ ويقف جنب حبيبه. بس في حياتنا مفيش أبطال، في ناس عاديين واحنا بنرسم لهم أدوارهم ونصدق فيهم بطولة مش حقيقية. في مصطلح مشهور في كتابة السيناريو اسمه لحظة الاختيار، اللحظة اللي البطل فيها بيختار بين إنه يواجه أو يهرب. بس في الواقع مش كل حد عنده الشجاعة ياخد دور البطولة. في ناس أول ما نور المسرح ينور ينسحبوا، أول ما الموقف يتطلب وجودهم بيغيبوا. ناس إحنا اللي لبسناهم بدلة البطل الخارق وصدقنا عشمنا في جدعنة مواقفهم وقت اللزوم، بس الحقيقة هما ما كانوش طمعانين في أكتر من دور كومبارس الصامت في حياتنا. وده يمكن أصعب من التخلي نفسه، إنك تكتشف إنك كنت لوحدك على المسرح. كل البطولة دي كانت من خيالك، وإحنا اللي عملنا منهم أبطال من ورق. مش عايز أكون قاسي، لكن كل إنسان في حياتك فيه احتمالات ولو بسيطة إنه يخذلك في يوم من الأيام. في لحظة تخلي صادمة بتعيشها في حياتك، ما بتجيش في صورة طعنة مؤلمة، لكنها بتيجي في صورة إدراك، فتدرك إن البطل اللي كنت شايفه قدامك ما كانش بطل، كان وهم من صنع خيالك. في البداية الناس مش بتدخل حياتنا كأبطال جاهزين للبطولة، إحنا اللي بنديهم الدور ده. بنشوف فيهم حاجات إحنا محتاجينها: الأمان، الاحتواء، الإنقاذ، الحنية والدعم. بنرسمهم في خيالنا كمنقذين لحياتنا، حتى من غير ما يرموا ورقهم ويثبتوا لنا إني هم قد البطولة دي. وبالحب بنتعامل مع الشخص ده على إنه بطل حقيقي، بنربط سعادتنا بوجوده لحد ما تيجي لحظة اختبار، موقف محتاج شجاعة، صراحة، تضحية، وهنا بيتكشف كل ورق. اللي بيحصل وقتها مش مجرد تصرف محبط، لأ، ده سقوط كبير لبطل احنا خلقناه وعلقنا بيه مشاعرنا. والشعور بالخيبة مش من فعل الشخص نفسه، لكن من كسر الصورة اللي احنا رسمناها. واللي بيحصل اننا بنتصدم بالواقع اني بطل حدوتك كان من ورق من البداية. ساعتها بنتعلم اني مش كل اللي لبسناهم بدلة البطولة كانت على مقاسهم. ومع اول اختبار ليهم دابوا زي شمع الزينة تحت نار الحقيقة. وهنا بتضرب الأسئلة المنطقية عقلك: هل هو خذلني ولا أنا اللي كنت شايفه أكتر مما يستحق؟ هل اللي كسرني فعلا هو غيابه ولا الأمل اللي أنا بنيته لوحدي؟ وفي لحظة نضج بتدرك الحقيقة من جواك، إن اللي خذلك كان توقعاتك، واللي كسر قلبك كان عشمك، واللي وجعك كان باب مشاعرك اللي فتحته على الآخر. كنت شايفه بطل، بس الحقيقة أنا اللي كتبت له الدور بإيدي واديت له البطولة من غير بروفة أتأكد إني سكنته في الدور المناسب
أو إن أختبر فيه الحد الأدنى من موهبة الحب. يمكن هو ما خدعنيش، أنا اللي ما سألتش السؤال الصح. هو يستحق الدور ده في حياتي؟ وهنا أنت محتاج تقبل حقيقة إن اللي تخلى عنك محبكش كفاية، رهان خسرته، وإن مفيش إنسان دخل حياتك إلا بدعوة منك. وليه بنراهن على حد أصلا ونفترض فيه إنه بطل؟ بما إنك صديق قهوتي المفضل، خليني أفتح لك ورقة من أوراق مذكراتي، صفحة بعنوان خذلاني الأكبر في الحياة. قد يبدو ليك يا صديقي إن العنوان فيه شيء من المبالغة، يمكن يكون عندك حق، لأني شخصيا الحياة علمتني إن التخلي كارت من كروت اللعبة. لكن خليني أقرأ لك كتبت فيها إيه وقتها، في واقع بيرجع تاريخ ل 2008. مفيش حاجة في الحياة كانت هتوقفني زي اللحظة دي. كنت دايما متخيل إنك هتكون معايا في كل لحظة، في كل خطوة. لما كانت الدنيا بتزود ضغوطها كنت دايما بتقولي هتلاقيني في ظهرك مهما كان. كنت فاكر إنك الشخص اللي هيحمي ظهري، إنك هتكون بطل قصتي. لكن لما جات اللحظة اللي كنت محتاج لك فيها ما لقيتكش، ما لقيتش أي حد. لقيت نفسي لوحدي. حاولت اتصل بيك، حاولت اكتب لك، كل محاولاتي فشلت. لقيت نفسي بسببك واقف في لحظة اختيار كبيرة بين كبريائي وكرامتي وبين قلبي اللي لسه بيحبك، بين رغبتي في وجودك واختياري اني من النهاردة هكون انا بطل قصتي. ودلوقتي انا بسأل نفسي ازاي كنت شايفك بطل، ازاي كنت فاكر انك هتكون دايما الشخص اللي مش هيخذلني، او بتعبير اخر قاله محمود درويش: سقط القناع فلا أنت ولا الزمن هو الزمن. وختاما، أنا آسف، شفتك بطل مع إنك كنت مجرد شخص عادي زي عنده تحدياته ومشاكله ولحظات ضعف. بعتذر إني راهنت عليك تكون أكتر من شخص عابر في حياتي، وسلمتك ورقة من سيناريو كان أهم جملة حوار فيه بتقول: كمل أنا مصدقك. وشكرا، فأنا بعد تخليك عني فهمت إن الحياة مفيهاش أبطال خارقين زي اللي كنت بعلق صورهم في أوضتي وأنا صغير. ولا الحياة شبه أفلامهم اللي حبيتها. الدرس كان مؤلم لكن مهم. لو ما كنتش قبلت الحقيقة دي لكان زماني بقيت في مكاني، ولا كنت أنا زي ما أنا دلوقتي. شكر كبير يا صديقي محتاج تشكره دلوقتي لكل اللي ذهبوا مع الريح باسم الظروف، وكل اللي اتبخروا من حياتنا تحت وهم غصب عني مش هقدر أكون جنبك، وكل اللي زينوا تخليهم عننا في صورة رسالة تشجيعية ملخصة: أنا عارف إنك قوي وهتعديها لوحدك. فدي كلها كلمات نعي فوق شهادة وفاة بطل وهمي لحكايتك. والحقيقة الوحيدة الثابتة هي إنك مش محتاج لشخص تاني ياخد منك دور البطولة. انت في واقع الأمر دايما بطل قصتك، وإن لم تدرك ده. البطل الحقيقي يا صديقي اللي قام بعد سقوطه الصعب، واللي كمل رغم تخلي الجميع عنه. مفيش حد فينا محصن من التخلي،
وافتكر إني ساعات البطل اللي رسمته في خيالك عادي أول ما تنور خشبة المسرح يختفي، ما يستناش حتى المواجهة ويطلع هو الجبان في الحكاية مش انت. بس الحقيقة مش لازم نكرهه ولا نكره نفسنا، احنا بنتعلم وبنكبر وبنعرف ان في ناس احنا راهنا عليهم بأكتر مما يستحقوا، مش لأنهم وحشين لكن لأنهم مش قد علاقتهم بيك. ولو لسه بتسأل هو البطل الحقيقي لحدوتك فين، لما تبص في مرايتك وتشوف اللي واقف قدامك دلوقتي وتعرف انك الوحيد اللي فضل جنبك، الوحيد اللي كمل معاك، هتعرف ان البطل الحقيقي كان طول الوقت جواك. اول ما تمسح مراية روحك اللي غطتها دموع التخلي هتشوفك انت اللي صنعت لحظات بطولتك لوحدك. التخلي كان اختبار في حياتك وانت نجحت فيه، فخد نفس، اشرب قهوتك وطبطب على قلبك. الاختيار الغلط بيعلم، والتجربة الصعبة بتقوي، والأيام بتنسي. ولو كنت لسه بتسأل عن الحب الحقيقي مش كلام، هو اختبار لشجاعة الطرف التاني، لصموده وقت التعب، لقدرته انه يفضل واقف جنبك وانت بتقع. الحب نفسه بطولة، ولو اللي معاك مش قدها الحدوتة بتفقد معناها. وانت ماشي في طريقك خليك دايما فاكر مش مهم مين سابك ولا مين مشي، المهم انك انت لسه واقف صالب طولك في وش الحياة. ومع قهوتك اللي جاية لما تتأمل في اللي راح واللي لسه مستمر في حياتك، افتكر دايما القصة دي بتاعتك وانت لوحدك بطلها.